بصوا بقى احنا جايبين ايه. اللي معملش البرتقال بتاعنا ده والوصفة دي هيندم ندم جامد جدا. يلا بينا نبتدوا ونقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة نعمل حاجة هتدفينا في الشتاء وحاجة جميلة جدا جدا جدا. جبنا 2 برتقال هنعملوا بيها كيكة البرتقال. يلا بينا نبتدي. اول حاجة جبت برتقانتين وغسلتهم ورحت مقطعة الحتة اللي هي تحت. دي بتبقى مرة فنقطعها عشان نرموها. وهنقطع البرتقال. بعد كده هنقطعه قطع صغيرة علشان خاطر زي ما انتم شايفين اهو قطع صغيرة جدا هنقطعوها. وبعد ما نقطعها هنروح جايبين الخلاط الأمراية بتاعنا وهنروح حاطينها في قلب الخلاط. يلا بينا نقول بقى المكونات ايه. مع المكونات بتاعتك هنحطه كوباية الا ربع من الزيت. انا مرضتش اكتر فيه قوي يعني. وبعد منها هروحوا جايبين كوباية من السكر. ودي على حسب الرغبة، اللي عايز يكتر يكتر واللي عايز يحط كوباية بس. وبعد منها هنروح حاطين 2 كوبايتين 2 بس من المية. لا هنقلله ولا هنزوده. ماشي يا ناس يا عسل. يلا بينا نكمله. هنضربوها في الخلاط اهي. بسم الله ما شاء الله. طبعا تقولوا ايه يا مها، انت عاملاها لنا بالقشر، ده هتمرر. والله ابدا قسما بالله لا هتمرر ولا اي حاجه. هنضربها لمده 5 دقايق والتانية تضربي لحد ما البرتقال كله يدوب. وبعد منها هنروح جايبين بقى ايه البيكنج باودر القمريه بتاعنا اهو. هنفضوا كيس. انا جبت كيس كله على بعضه. بعد ما فضيت الكيس البيكنج باودر بسم الله ما شاء الله. طبعا نجيب المضرب السلك بتاعنا القمرايه. وبعد منها هنروح جايبين نص كوبايه من من نشا. وهنروحوا جايبين الدقيق بقى ده على حسب ما هيلف في ايديكي. انا ابتديت بكوبايتين 2 من الدقيق. وتنيني بقى اضرب. وبعد ما اضرب الدقيق لقيته محتاج حبة دقيق كمان. رحت حاطه نص كوبايه من الدقيق. وانا عملت ايه ما حطيت كوبايتين 2 ونص من الدقيق. ماشي يا عسل. واللي وصل معايا لحد هنا يلا تعملوا لايك وتعملوا لي شير. اوكي. هنروح صبنا في الصينيه بتاعتنا اللي احنا دهناها بالزيت ورشه الدقيق. وبعد ما دهناها وحطيناها في الفرن هنعمل بقى ايه الصويا صوص اللي هو الصوص اللي بيقول عليه الحاجه الحلوه اللي هنزوقها بيها يعني فوق. ماشي يا جماعه. هنروح جايبين عصرنا برتقانتين 2 وحطينا عليهم معلقتين 2 من النشا ومعلقتين 2 من السكر. واللي عايز يزود السكر ده على حسب الرغبه. وهنعملها زي المهلبيه بس مش مهلبيه لا. انا هخففها وهخليها خفيفه زي ما انتم شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله. وبقى لونها عامل زي الليمون. الله على الجمال. والله على الريحه وعلى الطعم. رحنا بعد ما طلعناهم من الفرن قلبتهم على طبق. ورحت سبتها ما هدت حبه. ورحت جايبه القمرايه بتاعنا الكريمه الكريم بتاعنا. وهروح حاطينه عليها زي ما انتم شايفين. ايه الجمال ده. وتسلم ايديكي يا بنتي يا مشمشة يا مها. بسم الله ما شاء الله. حاجة تحفة وجميلة جدا والله العظيم. هتندموا لو ما عملتهاش ومش هكلفكوا حاجة. ودي كانت وصفتي النهاردة من مطبخ منوعات ماما مها. وهشوفكم فترة جديدة بإذن الله. وهقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.